السلام عليكم يا جماعة. تخيلوا كده بنت طيبة وغلبانة طالعة رحلة مع أصحابها عشان تفتكر أغلى شخص في حياتها، بس الرحلة فجأة تتحول لكابوس وتلاقي نفسها محاصرة بتماسيح ضخمة ومرعبة. النهاردة هنلخص فيلم ذا بايو إنتاج 2025 ولسه نازل جديد ولسه حتى ما اترجمش، بس إحنا كالعادة بنحبكم وجبناه لكم. فيلمنا بيبدأ مع شوية تجار مخدرات مستخبين في مكان معزول وسط الغابة، زعيمهم متعصب عليهم وبيقول لهم يخلصوا شغلهم بسرعة ويمشوا قبل ما يتكشفوا، وفي اللحظة دي بيكلمهم واحد باللاسلكي ويأكد عليهم محدش يسيب وراه اي دليل. بس فجأة قوات مكافحة المخدرات بتقتحم المكان وضرب نار ومطاردات، واحد من العصابة بيتقتل ودمه بيسيل لحد ما بيوصل للبحيرة اللي هناك. بعدها بنروح لبنت اسمها كايل، طالبة جامعية بتدرس احياء، قايمة قاعدة سرحانة في المحاضرة وماسكة موبايلها وبتقرأ في الرسالة. وفي الوقت ده الدكتورة بتشرح فيه عن الحيوانات المفترسة وتسأل الطلبة ايه العامل المشترك اللي بينهم. في المحاضرة واحدة من الطلبة ردت وقالت ان الحيوانات اللي في الصور كلها مفترسة وتصطاد فريستها، والدكتورة لاحظت ان كايل مش مركزة فسألتها سؤال مباشر: ليه الحيوانات دي مفترسة؟ كايل ردت بسرعة وقالت لها عشان دي طبيعتهم، بس كملت وقالت ان المفترسات جزء من البيئة ولازم يصطادوا عشان يعيشوا. والدكتورة ابتسمت لها وبعدها رن الجرس وانتهت المحاضرة. بره القاعة كايل قابلت صاحبتها أليس اللي فرحت جدا انها شافتها وقالت لها انها وحشتها، وأليس خدت كايل تعرفها على ملك، بس كايل اتضايقت من وجودها لانها مش بتحبها. وأليس حاولت تهدي الموقف وقالت ان ملك كانت صديقة اخوها جيمي وانها محتاجاها في المشوار كمان عشان معاها العربية، فردت عليها وقالت لها انا بعت العربيه. فكان استغربت وقالت لها ازاي بعت عربيتك؟ ده اكتر حاجه بتحبيها. ساعتها أليس حكت لها ان مامتها استولت على حسابها البنكي واضطرت تبيع العربيه وبتشتغل طول اليوم عشان تعرف تعيش، وكايل اتضايقت عشانها. وفي الطريق ملكه طلبت من أليس تطفي السيجاره لانها بتكره الدخان، وأليس اعتذرت. وبعدها شفنا الثلاثه قاعدين مع سام عند حمام السباحه وملكه قامت تحضر لهم حاجه يشربوها. أليس حاولت تفهم كايل ان ملكه مش شخص وحش، لكن كايل قالت لها انها بتستفزها وبتضايقها. وقتها أليس طلبت من كايل انها تعيش حياتها وتنسى الماضي، لكن كايل انفعلت وقالت لها انا من حقي اكون حزينه، انا فقدت اغلى حد في حياتي وسبتهم ومشيت زعلانه. سام سأل أليس لو يروح وراها لكنها رفضت وقالت له يسيبها تهدى. كايل مشيت لوحدها وفتحت موبايلها تتفرج على فيديوهات اخوها جيمي اللي مات، وافتكرت لما كان بيشجعها تركب معاه الموتوسيكل وما تخافش وعيطت بشد. ورجعت للمكان لقت ملكه وسام بيهزروا فدخلت اوضتها في صمت. وتاني يوم ملكه صحتهم كلهم بدوشه وكايل اتضايقت، وبعدين راحوا بالعربيه للسوبر ماركت، وهناك كايل شافت خبر في الجريدة عن هجمات تماسيح، وفجأة سمعت صوت راجل بيضحك ويقول لها ابعدي عن المية وهتبقي بخير. قربت منه بحذر ولقت راجل عجوز واقف قدامها. الراجل العجوز كمل كلامه مع كايل وقال لها حاجة عن ندبة كبيرة سايبة علامة في الوش، لكن قبل ما تفهم قصده قطعتهم ملكة وندت على كايل عشان يتحركوا. في الطريق كايل اعتذرت للكل عن اللي حصل منها امبارح وقالت ان الموضوع لسه صعب عليها، لكن سام طمنها وقال لها انهم مقدرين حزنها ومش زعلانين. وأليس بدأت تتكلم عن التماسيح وان المكان هنا مهتم بيهم جدا وصورهم في كل حته. ساعتها ملكة قالت لهم انها مجهزة لهم مفاجأة وخدتهم على المطار وقالت لهم انها حجزت تذاكر طيران عشان ما يضيعوش وقتهم في الطريق. سام وقتها قال لها ان كايل عندها خوف من الطيران، لكن ملكة ردت بطريقة قاسية وقالت ان كايل لازم تتعلم تبطل خوف وتكون شجاعة. واضح جدا انه مستهتر، وده خلى سام يقلق ويسأله ازاي. وبعدها شافوا الطيار اللي هيطير بيهم واسمه فرانك بيدخن جنب الطيارة والمفروض ده ممنوع. فرانك اتعصب واتكلم معاه بتهديد فبدأوا كلهم يقلقوا. سام عرض على ملكة انه يسوق الطيارة بدل فرانك عشان شكله متهور وممكن يموت الكل، لكن كايل اعترضت وقالت انها مش خايفة وهتركب معاهم. بعدها فرانك جمع الركاب وقال لهم ان واجهتهم فلوريدا وهيطيروا ناحية المحيط، وطلب منهم يجهزوا للرحلة. وفي الطيارة كايل اتكلمت مع راكب اسمه روفوس وطلبت منه يقفل التليفون وما يعملش مكالمات وهم في الجو. كايل حاولت تفهم روفوس ان فتح الموبايل بيأثر على الطيارة لكنه بيطنشه، وسام كمان حاول يتكلم معاه وبرضه تجاهل كلامه. وقتها كلارنس قام عشان يضربه، لكن فجأة الطيارة هزت بعنف بعد ما واحد من المحركات اتعطل والكل اتخاض. الطيارة فقدت توازنها وكانت اتصدمت حرفيا، وفرانك اضطر يعمل هبوط اضطراري والجو كان مرعب. هو ومعاه مساعد ري حاولوا يرسلوا اشارات استغاثة لكن محدش كان بيرد. الطيارة نزلت بشكل عنيف جدا والازاز اتكسر كله والركاب في حالة انهيار، وراس كايل اتخبطت بقوة وحست انها تفقد الوعي. بعد شوية فاقت ولقت نفسها في بحيرة والطيارة غرقانة، وشافت أليس وسام وراحت لهم وبدأوا يسبحوا يخرجوا من المية والكل كان مرعوب. والمصيبة الأكبر إن مودي مرات كلارنس عرفت إن جوزها مات. فرانك حاول يعالج زوي اللي إيديها كانت مجروحة وبتنزف جامد، فطلب من كايل تجيب حزام. كايل خلت سام يقلع حزامه واستخدمته تضغط بيه على الجرح عشان توقف النزيف. بعدها فرانك فضل ينادى على ري لأنه اختفى وما كانش ليه أثر، وهنا اكتشفوا إن المكان اللي هم فيه ما فيهوش شبكة، يعني حتى
وحتى لو في موبايل شغال مش هينفع يوصلوا لحد. أليس حاولت تهدي الكل وقالت لفرانك بلاش تضيع نفسك في التدوير، اكيد فريق بحث وانقاذ هيجي يدور علينا. وسط ما الكل مستني المساعده مالكه فاجأت الكل وقالت لهم محدش هيجي ومحدش يعرف احنا فين. الكل اتصدم وسالوها قصدها ايه. ساعتها كايل ردت وقالت الرحله دي مع فرانك كانت ارخص لانه طيار من غير تصريح، والطياره اصلا غير مجهزه وما فيهاش صندوق اسود، يعني الرحله دي مش مسجله ومحدش عنده فكره اننا هنا، وحتى لو حد اكتشف مكاننا يا ترى هيكون بعد قد ايه. الكل سكت ومالكه وفرانك ما ردوش ولا كلمه، وكايل قالت لهم ما ينفعش نفضل قاعدين كده من غير مأوى ولا اكل ولا شرب. فرانك قال لازم يتحرك، لكن مودي زعقت له وقالت له هنمشي ازاي وفي اي اتجاه، شرقي ولا شمال. فرانك حاول يشرح ان كل حاجه كانت مظبوطه قبل الاقلاع، لكن واجهتهم مشكله فجأة وحاول معاريه يرجعوا المطار بس كان مستحيل. مودي اتعصبت واتهمته انه كان سايق الطياره وهو سكران. ملكه دخلت بسخريه وقالت لها اقعدي عيطي على جوزك في صمت، والخناقه ولعت بينهم، لكن كايل زعقت لهم وقالت لهم كفايه بقى اسكتوا. وقتها زو قالت انهم لازم يتحركوا ويدوروا يمكن يلاقوا اكل او ميه، واثناء ما بيدوروا أليس وقفت فجاه قدام حاجه غريبه، بيض ضخم جدا على الارض، واضح انه مش بيض طيور عادي. فرانك لقى 4 موبايلات، 3 بايظين وواحد سليم لكن ما فيهوش شبكه، وكمان شويه بقايا اكل تنفع. وفجاه ظهر ري عند حطام الطياره، الكل اتصدم وفرانك جرى عليه بسرعه ومعاه كايل وسام عشان يساعدوه، لكن فجاه طلع تمساح ضخم ومرعب من الميه وكان ري مره واحده، والكل انهار من الرعب، وسام وكايل جريوا باقصى سرعه يخرجوا من البحيره وفرانك وراهم بيحاول ينجو. كايل وقفت مذهوله وقالت ده مش طبيعي، التماسيح ما بتهاجمش كده الا لو عندهم عش قريب، معناها انهم بيحموا منطقتهم. حذرتهم وقالت لازم يمشوا فورا، فقرروا يتجهوا للشمال. مع بدايه الظلام المكان بان قد ايه مرعب ومهجور، ومودي قالت انها مش قادره تكمل وعايزه تستريح لانهم ماشيين من غير فايده. ملكه اتريقت عليها وقالت لها كان المفروض تفكري في رشاقتك وانت بتاكلي بطاطس وكيك. كايل اتدخلت وقالت لها تسكت لان الموقف ما يستحملش هزار وسخريه، وبعدها طمنت الكل وقالت المكان ده واضح انه ما فيهوش تماسيح وما فيهوش عش ولا بيوت. لكن ملكه ردت بسخريه ومين قال لك تبقي قائدتنا؟ انت من شويه اصلا كنت خايفه تركبي الطياره. النقاش ولع وزوي قالت ان كايل هي الانسب تكون قائده، وسام وافقها. الكل قاعد حوالين النار، لكن ملكه ما بطلتش سخريه من كايل ومن اي كلمه تقولها لحد ما مودي اتضايقت منها اكتر. فرانك عرض على كايل تشرب معاه، لكنها قالت له انها ما بتشربش. استغرب وقال لها اول مره اشوف بنت جامعيه ما بتشربش، ونصحها تعيش حياتها وتفكر اقل. وبهزار قال لو حسيت بخطر هرمي ملكه للتماسيح كطعم. فكايل ضحكت على كلامه. بعدها ناموا كلهم، لكن روفوس قام بعيد يقضي حاجته، وفجاه موبايله اشتغل والتقط شبكه وجاله اتصال ورد بفرحه. وقبل ما يكمل التمساح الضخم هجم عليه بوحشيه وقتل. تاني يوم الصبح اكتشفوا جثته واستغربوا ان التمساح ما اكلهوش، بس واضح انه قتله وخلاص. فرانك قال انه سمع من السكان المحليين ان التماسيح بقت في حاله هياج غريب بقالها فتره وبتهاجم في اي وقت واي مكان، مع ان الطبيعي ان التماسيح تختفي وما تهاجمش غير وهي جعانه. وفجاه زوي لمحت كوخ بعيد واقترحت يروحوا يمكن يلاقوا حد يساعدهم او على الاقل مكان يراقبوا منه. وبعد مشي طويل وصلوا، لكن كايل اتصدمت لما شافت مجموعه تماسيح محوطاهم من كل اتجاه، وشاورت لفرانك، وساعتها الكل فهم انهم في ورطه كبيره جدا. فرانك قال لكايل ان مستحيل الكل ينجو من التماسيح دي، لكن كايل حاولت تسيطر وقالت لهم ما تتحركوش، خليكوا ثابتين كفريق واحد كده، التماسيح هتشوفنا ككتله كبيره وهتخاف تهجم. بس قبل ما تكمل كلامها تمساح هجم فجاه على مودي وجره على الارض، والكل اتشل من الرعب وجريوا يهربوا. وفجاه التماسيح كلها ظهرت وبدات تطاردهم بجنون. في الهروب ملكه وقعت بعد ما تمساح هجمها، لكن بسرعه قامت تكمل جري ووصلوا للكوخ وفتحوه بسرعه عشان يستخبوا فيه. لكن الكارثه ان زوي اتمسكت وتمساح عض رجليها. جوزها دوم مسكها بقوه ورفض يسيبها، ومسك عصايه وضرب بها التمساح لحد ما سابها، والكل ساعد ويقفلوا باب الكوخ ما عدا ملكه اللي ما كانش فارق معاها غير نفسها، وفضلت تدور على اي مخرج تهرب منه. لكن التماسيح حصرت الكوخ من كل ناحيه وبداوا كلهم يسمعوا اصوات مرعبه حواليهم. الخوف باين في عينيهم، وكايل حاولت تلحق رجل زوي وتعالجها من العضه، وفي اللحظه دي سمعوا اصوات غريبه كأن التماسيح بتهاجم بعضها. وكايل استنتجت انهم بيموتوا بعض من شده الهيجان والصوت، وقالت لهم احنا لازم ناخد ريست من النوم، بس نعمل مناوبات، جزء ينام وجزء يراقب ونبدل بعضنا. وبالفعل الكل نام وسابوا فرانك صاحي يراقب المكان. وسط ما هم مستخبيين كايل افتكرت حادثه موت اخاها جيمي، بتحكي لنا ازاي كانوا في سوبر ماركت وحصل سطو مسلح، والعصابه كانت عايزه تقتل طفل صغير، وجيمي وقتها قرر يدافع عنه، لكن واحد من العصابه مسك، وكايل حاولت تاخد المسدس وتقتله عشان تحميه، لكن ما لحقتش، وجيمي اتقتل في لحظه قدام عينيها. في اللحظه دي سام صحها وقال لها انه لقى حاجه مهمه، خريطه محطوطه في درج قديم، ومن الخريطه اكتشفوا ان في مبنى ضخم قريب ممكن يكون مصنع.
المصنع. الفكرة انهم لو راحوا هناك ممكن يلاقوا تليفونات او اجهزة لاسلكي تساعدهم يطلبوا النجدة، بس فرانك دخل وقال انا عمري ما شفت اي مصنع في المنطقة دي، وممكن تكون الخريطة دي متزورة وحد حطها هنا الهدف ما نعرفوه. ساعتها سام وكايل بقوا تايهين ومش عارفين يقرروا، وسام استغل الموقف واعتذر لكايل لانه سابها تواجه وحدها بعد موت جيمي وما وقفش جنبها. لكن كالعادة ملكة بدأت تسخر وقالت انتوا بتحلموا، حتى لو في مصنع احنا بعيد جدا عنه، لازم نفكر ازاي نلاقي اكل ومكان نعيش فيه بدل الاوهام. فرانك وكايل ردوا عليها وقالوا احنا لو اتحركنا دلوقتي على خريطة مش متأكدين منها ممكن نموت، والاهم ان زوي محتاجة ترتاح عشان حالتها بتسوء. وبكده بقى قدامهم اختيارين صعبين، يا اما يقعدوا في الكوخ ويستنوا او يجازفوا ويروحوا يدوروا على المبنى اللي في الخريطة. ساعتها ملكة بتزعق وقالت لكايل احنا هنا بسببك عشان انت عايزة ترمي رماد اخوك في المكان ده، واخوك اللي سبتيه يموت اصلا عشان انت جبانة. الكلام وقع على كايل زي الصعقة، وقبل ما ترد عليها ملكة هجمت عليها وخطفت منها شنطة الرماد ورمتها على الارض، وكايل جريت بسرعة ولمت الشنطة في حضنها وخايفة للرماد يتبهدل. فرانك دخل بينهم وحاول يهدي الموقف وقال لملكة اللي حصل في الماضي ملوش مكان دلوقتي، احنا لازم نفكر ازاي ننجو مش ازاي نلوم بعض. وبعدها قرر يعمل تصويت، مين مع اننا نفضل مستخبين في الكوخ ولا مين مع اننا نجازف ونخرج. وملكة كانت الوحيدة اللي صوتت تفضل في الكوخ، لكن الباقي كلهم صوتوا للخروج والمخاطرة عشان يلاقوا مخرج. فرانك قرب من كايل وقال لها دلوقتي محتاجينك انت اللي هتوجهينا ازاي نتصرف لو التمساح هجمت علينا. كايل شرحت لهم التماسيح دي ما بتفكرش غير في الهجوم، لو مسكوا حد جمجمته هتتصحك في ثانية، عندهم 80 سن زي السكاكين، الحل الوحيد اننا نضرب على راسهم او عينيهم لو جربوا مننا. الكل بدأ يمسك اي حاجة في ايده، عصاية حجر حتى خشب عشان يدافع عن نفسه. وفرانك فتح باب الكوخ بهدوء وطلعوا كلهم ماشيين في خط مستقيم بحذر. بعد شوية التعب بدأ يسيطر عليهم، خصوصا زوي رجلها المصابة كانت بتعذبها وحست انها خلاص بتموت، ودمعت عينيها وهي بتودع دوم، لكن دوم مسك ايديها وقال لها انت اقوى من كده ما تستسلميش. وهما ماشيين دوم كان بيطمن زوي ويقول لها هنرجع سوا عشان بنتنا، انت اقوى من كده وهتعدي. لكن ملكة كالعادة ما سابتش الفرصة وبدأت تستهزأ وبتقول لو زوي خلاص هتموت سيبوها هنا وكملوا طريقكم، مش معقول نضيع وقتنا عليها. الكلام جرح دوم وزوي جدا، وزوي ردت عليها بغيظ نفسي اشوفك انت بتموت وساعتها هضحك عليك زي ما بتضحكي على الكل. وفجأة سام سمع صوت مية وقال في نهر قريب من هنا. الكل فرح وجري وراه، لكن المفاجأة ان الصوت طلع صوت المطر واللي قدامهم مجرد البحيرة نفسها. الاحباط سيطر عليهم وحسوا انهم اتورطوا، لا عارفين يكملوا ولا حتى يقدروا يرجعوا للكوخ بعد المسافة اللي قطعوها. لكن كايل مسكت نفسها وقالت البحيرة دي مجراها بيوصل للبحر، لو عبرناها هنلاقي البحر، والخريطة اصلا مأشرة ان المبنى او المصنع جنب البحر. ملكة طبعا ما تسكتش، انتوا اتجننتوا، التماسيح في كل مكان حوالينا. كايل ردت عليها بهدوء الجو ممطر ودلوقتي التماسيح مستخبية وده في صالحنا، الحل الوحيد اننا نعمل طوف مركب صغير كده يكفينا كلنا ونعدي البحيرة المسافة تقريبا 4 اميال. ملكة بتزعق وبتقول دي انتحار مش خطة نجاة، لكن فرانك وكايل تجاهلوها وبدأوا يجهزوا بسرعة قبل ما الشمس تغيب، وكلهم مسكوا اغصان شجر وبدأوا يربطوها ببعض عشان يعملوا مركب. وسط الشغل دوم كان بيطمن زوي وبيقول لها استحملي شوية بس هنرجع بيتنا وهتشوفي بنتنا. وفجأة أليس وهي واقفة شافت تمساح مستخبي بيراقبه، مسكت الخشبة اللي في ايديها بكل قوتها وضربت على دماغه ضربة واحدة مميتة وقطت عليه. ملكة كالعادة قالت أليس اختفت نمشي ونسيبها ما ينفعش نضيع وقتنا ونموت بسببها، لكن كايل اتعصبت وردت عليها مستحيل اتحرك من غيرها. وفجأة رجعت أليس وقالت التماسيح بدأت تطلع من جحورها لازم نتحرك فورا. ركبوا المركب وبدأوا يعبروا بالبحيرة، لكن كايل افتكرت انها سابت شنطتها على اليابسة وفيها رماد جيمي. سام ما استناش رجع لوحده يجيبها وهو بيشيلها ظهر قدامه تمساح ضخم، جري بأقصى سرعة ورجع للمركب، بس التماسيح كلها نزلت المية وبدأت تطاردهم. الكل اتصدم حسوا ان النجاة مستحيلة. زي وقتها فقدت الامل وبصت للتماسيح وقالت وداعا لدوم انا بحبك، وفجأة رمت نفسها للتماسيح عشان تنقذ الباقي. ودوم انهار وعايز يرمي نفسه وراها، لكن فرانك مسكه بالقوة ومنعه. الكل وقف مذهول من المشهد المرعب، والتمساح افتكروا زوي وهجموها بوحشية. المركب كمل طريقه وسط الصدمة لحد ما وصلوا المبنى زي اللي كان على الخريطة. دخلوا المبنى ولقوا على الارض رصاص منتشر. كايل حاولت تهدي دوم وقالت له لازم تتماسك، موت زوي ما ينفعش يكون من غير معنى، هي ضحت بنفسها علشانه. وقتها فرانك قال الرصاص ده تبع للشرطة الفيدرالية، واضح ان المكان ده كان فيه تجار مخدرات والشرطة هجمتهم هنا. اول ما ملكة فتحت الباب فرانك وقفها وقال خلي بالكوا لسه ما نعرفش حاجة عن المكان. سام اتضايق من اسلوبه لكن كملوا استكشاف. اتصدموا لما لقوا دم مغطي الحيطان. ملكة لقت كشاف على الارض وخدته. فرانك قرر يقسمهم فريقين، هو مع أليس وملكة في اتجاه وكايل وسام في الاتجاه التاني. وهم بيدوروا فرانك استغل اللحظة
لحظة وقال لملكة بسخرية: أنا شفت أمثالك كتير في الحرب، اللي زيك ما يستحقوش يعيشوا، ورماها من فوق. ملكة مسكت السور وفضلت تصرخ وتترجاه يساعدها، لكن فجأة تمساح ضخم هجم على فرانك وعضه بقوة. ملكة انهارت وفضلت تصرخ عشان الباقي يسمعوها. في الناحية التانية كايل وسام لقوا مادة غريبة لونها أزرق. كايل شكت إن هي دي السبب في جنون التماسيح، وفجأة طلع رجل مصاب كان مستخبي قال الخطر في كل مكان، وبعد كده وقع ميت. ساعتها وصلت أليس وشافت اللي حصل وجريوا بعدها على صوت ملكة، لقوها مرعوبة وساعدوها وطلعوها وكانت منهارة وبتعيط. قالت لكايل وهي بترتعش: أنا آسفة ضايقتك كتير، الحقيقة إن من ساعة موت جيمي وأنا مكسورة زيك، بس بكبر في الفاضي. كايل حضنتها وهدتها وبعدها كملوا بحثهم في المبنى عن أي وسيلة إنقاذ. وفجأة الباب اتقفل عليهم في أوضة ومبقاش يفتح، اتصدموا إنهم وسط عش تماسيح نايمة. كايل قررت تخاطر وتتحرك بحذر هي والبقية عشان يوصلوا لأجهزة التواصل، وفعلا وصلت للأجهزة وبدأت تجرب تشغلها، لكن سام وهو ماشي اتكعبل والتمساح صحي وهاجمه وقطع راسه في لحظة، والكل انهار وملكة صرخت بشكل هستيري ودوم جرها بسرعة للأوضة وقفل الباب. كايل أخيرا لقطت إشارة على الجهاز وطلبت النجدة، بس فجأة الكهرباء قطع. وسط الرعب لقت كايل مسدس على الأرض وأخدته عشان تحمي نفسها، وأول ما خرجوا من الأوضة لقوا قدامهم تمساح ضخم مرعب. أليس حاولت تسيطر على الوضع، طلعت بيضة كبيرة من شنطتها وحطتها قدامه، لكن التمساح هجم عليها وأكل إيديها بوحشية. دوم وملكة جريوا يساعدوها، لكن التمساح اتوجع عليهم هم كمان. كايل حاولت تضرب التمساح بالمسدس، لكن اتصدمت انه فاضي من الرصاص، واضطرت تمسك عصايه وتغرزها في عينه بكل قوتها. وساعتها لمحت برميل من الماده الزرقاء القابله للاشتعال وكبته على الارض وولعت فيه بالولاعه، وشافت التمساح بيتحرق قدامها وهي واقفه بتبص له بغضب. وبعدها خرجت من المكان ومعاها ملكة ودوم وأليس المصابة، وفجأة ظهرت طيارة هليكوبتر جايه تنقذهم، وكايل انهارت من الفرح وهي مش مصدقه انهم نجوا اخيرا. بعد شويه وقفت على الجسر وماسكه الشنطه اللي فيها رماد جيمي، وفتحت العلبه ورمت رماده في الهواء، وهي فاكره كلامه ان الخوف والانعزال عمرهم ما يخلوا الواحد يعيش صح. وفي الاخر كايل ركبت موتوسيكل جيمي اللي كانت بتخاف منه زمان، ودلوقتي بقت اقوى وما بقتش خايفه من اي حاجه. لكن المفاجاه ان فرانك لسه عايش محبوس وسط عش التماسيح، ومصيره كان الموت البطيء بينهم. وبكده نكون انتهت رحله الرعب وسط غابه التماسيح. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنى الفيلم الجاي لانه هيكون اخطر واقوى.